صغري وانا دايما بحب اكون مختلف في اي حاجة بعملها. كان عندي شغف. طول السنة حاجات كتير كل يوم صغيرة جدا، بس اخر السنة ساعة عيد ميلادي لما اجي اغمض عينيا كده وافتكر يا جماعه معانا فيديو جديد معاكم احمد رضا. وبصراحة كنت مفكر الموضوع هيبقى اسهل من كده بكتير، بس قبل عيد ميلادي هعمل زي لستة حاجات احققها وما احققهاش. قبل ما هنعمل الحاجات اللي تبسطنا كان لازم اعمل لستة اكتب فيها الحاجات اللي ممنوعة والحاجات اللي لازم اقللها. وابتديت ان انا اعمل غلط 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 على الحاجات ديت عشان افتكر كل ما اشوف الورقة انها غلط، وابتديت ازود الحاجات اللي لازم نزودها ونمشي عليها طول الايام الجاية. تاتو ولا اسناني؟ بس انا مقرر سناني. بكره يبقى بكره. كان لازم قبل ما ابيض سناني ابيض الحته بتاعتي الاول واغير لونها. قلقان بصراحه ان اللون اللي انا عايزه ما يطلعش، بس كنت واقف بساعد العمال وكنت بشوفهم عشان لو حبيت اغير اللون اغيره، عشان بصراحه دي كانت حاجه هتبسطني جدا. بصراحة طلبت البتاعة دي من امازون، كنت قاعد فاضي عايز اغير يعني شكلها حلو بالنسبة لي، عجبتني، حاسس انها شخصيتي كده، الموضوع عجبني، شكلها لطيف. بعد ما عملت سناني حسيت طبعا ان انا مبسوط. ان شاء الله لو كانت فرق 5% من 100%، انا مبسوط ان انا عملت حاجة. زي ما قلت لكم اي حاجة تبسطني ان شاء الله لو صغيرة خالص هتغير نفسيتي للأحلى بنسبة 1%، فانا هعمل دليفري. شكل سناني كان اصفر، بس دلوقتي شكل سناني اللي انت شفتهاش دي شكل سناني دلوقتي. اخيرا بعد ما جالنا راوتر وي جديد بتاع فايبر، دليفري الجديده افتحها معاكم. خمنتوا ولا لسه؟ هنشوف لها اي خنق نحطه فيها، لان انا الاوضه عندي كلها سيمبل ما فيهاش اي عفش حرفيا. طيب عارف كل اللي احنا قلناه دلوقتي دوت ملخصه ايه؟ ملخصه انك اول لما يجي عيد ميلادك حرفيا ما تستناش جنس هديه من حد. ما تربطش عيد ميلادك بان حد، ما تربطش حاجه. بص، انسى كل حاجه، خليك طبيعي، في الاخر خالص انت اللي هتكسب. يعني لو انت فعلا مستعد تعمل حاجه لنفسك طول السنه وتيجي اخر السنه تقول انا عملت كذا، قول لي تحت انت مستعد ولا لا. يعني انت فعلا مستعد ايا كان ايه هدفك. يعني عايز تنزل جيم تستمر لمده سنه مهما كان ايه النتيجه. نفسك تبقي ترسمي، ارسمي طول السنه، تعلمي لحد اخر السنه، شوفي ادي نفسك فرصه سنه. نفسك تبقي ميك اب ارتست مثلا، افضلي تعلمي وادرسي وتفرجي على توتوريالز، واخر السنه تلاقي نفسك عامله بيج وناجحه. نفسك تبقي دكتورة تجميل، نفسك تبقى لعيب كوره، نفسك تبقي طباخه، اي حاجه نفسك فيها خليك شغال عليها لمده سنه، بس لمده سنه كامله بدقه، وتلاقي نفسك في الاخر انت بتعمل اللي انت كان نفسك بتعمله دوت بتكسب منه. كل اللي انا عايز اقوله لك يا اسطى انك تبقى حقيقي مع نفسك. مالكش دعوه بحد، ما تربطش عيد ميلادك باي تفاهه. اللي هو عباس عمل عيد ميلاده في كذا، مريم عملت عيد ميلادها في كذا،
حماده جاله هدايا كذا، سيد جاله مش عارف ايه، ابراهيم صاحبته، مالكيش دعوه. انت هديتك انت لنفسك، انت بتاعتك انت. تخيل كده كل الناس عماله بتجيب لك هدايا بس انت شخص معفن اصلا، ملهاش اي لازمه. اهم حاجه انت تبقى قاعد مع نفسك مقتنع وعلى يقين 1000% انك انت صح. لازم اتغدى. طبعا عملت اسناني زي ما انت عارف فيتال ليزر، ما ينفعش اكل اي حاجه فيها الوان خالص. لو عايز تشوف التفاصيل الفيديو الليزر بتاع السنان والدكتور بيكلمني عن ايه تعمل وايه ما تعملش، انا هسيب الفيديو في الديسكريبشن تحت. ايوه خلاص يا جدعان، بتاع التورنيدو ده بحبه قوي، معرفش ليه بس قوي يعني بيذبح. ميه ساقعه عشان انا بحب احط ميه ساقعه. حد هيسألني ليه بتحط ميه؟ بحب احط ميه عشان تبقى متلجة وما احبش العصير تقيل. عملت الاكل اهو يا جدعان، مكرونه وايت صوص كريمه بشاميل وفراخ. يلا بينا. انت عارف انا عايز اقول لك ايه في الاخر؟ ما تستناش من حد بوست، ما تستناش من حد ينزلك ستوري، ما تربطش عيد ميلادك بناس وبوستس وحاجات خياليه. مالكش دعوه بالحاجات دي، فكك، مالكش دعوه. طلع الحاجات دي من مخك، خليك طبيعي. اعمل انت لنفسك هدايا، ما تستناش هدايا من حد. اعمل انت لنفسك هدايا، ما تستناش هدايا من حد. تعالى يوم عيد ميلادك افتكر طول السنه انت كل يوم عمال بتعمل لنفسك. لو ما عملتش عيد ميلادك مقرف، تعالى من بعد عيد ميلادك المقرف دوت بعدها بيوم ابتدي اعمل حاجه صغيره. كل يوم لمده سنه حرفيا انت هتبقى بني ادم تاني. بس في الفيديو ده انا قررت بس اعمل لكم حاجات جديده، اوريكم ان انا طول السنه بعمل حاجات تافهه جدا، حاجات بسيطه. طبعا الحاجات دي مش طول السنه، دي الحاجات دي بس عملتها قبل عيد ميلادي بكام شهر، عشان لما يجي عيد ميلادي انا بسطت نفسي بحاجه بسيطه، انا جبت لنفسي هدايا. انا عارف ان الفيديو ده ممكن ما يوصلش لناس كتير لاني لسه مش معروف قوي، بحاول. لا بجد لو الفيديو عجبكم اعملوا لي لايك عشان يظهر لاكبر عدد من الناس تستفيد منه. او بالمناسبه انا عندي حبايه هنا غريبه قوي. بالمناسبه اعمل لي فولو انستجرام. باي باي. ما تنساش تتفرج على فلوجات تركيا، عملنا اكتر من 7 فلوجات في تركيا، تقدر تتفرج عليهم كلهم في القناه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدعمنا في اليوتيوب.